سلام بنات، كدايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بعض التحضيرات ديال التفاح. دابا راه التفاح موجود، غادي نحضر معكم المربى ديال التفاح، والتفاح مرقد اولا معسل باش يبقى عندنا واحد المده طويله. ودابا التفاح راه رخيص وموجود، وما نحتاجوش في هاد الوصفات التفاح اللي تيكون غالي ولا كبير. تا داك التفاح هكايا اللي صغير غير يكون زوين وما مضروبش ما حتى شي حاجه. كما تشوفوا وصفات زوينه وغادي تعجبكم اكيد. اللي عزيز عليه التفاح يبقى عنده مده طويله بلا مجمد. بالنسبه للوصفه الاولى غادي نحتاجو التفاح. كما تشوفوا نحاولوا نختاروا تفاحات هكايا مزيانين، وحتى لا كانوا مضروبين فيهم شي ضريب ولا شي حاجه غادي نحيدوها، لانه غادي نقطعوه غنصايبوا به المربى. كناخذ واحد الاناء كندير فيه العصير ديال الحامض، وقبل ما كنعصر هذيك الحامضه كناخذ ديك القشور ديالها راه غادي نحتاجوهم، وكنعصروا النص ديالها وكنبقاو نقيو القشره الرقيقه، وغادي نحيدوا ليهم دوك العظام اللي كاينين لداخل، ونقطعوه هكايا مربعات صغار كما تشوفوا باش نسرعوا العمليه ديال الطهي، يعني باش ما يشدش لينا مده طويله في الطياب. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي هنايا. عندي كيلو ونص، يعني تا قطعتهم وعاد عبرت كيلو ونص، يعني ما كنعبروش التفاح وهو باقي صاين. غادي نحتاج ليهم نص كاس ديال عصير الحامض، وكاس تاع الماء، ونص الكميه ديال السكر. عندي هنا 750 غرام ديال السكر، نص ديال كيلو ونص هو هذاك الحساب. ممكن ناخذوا الكميه اللي عندنا كنعبروها ديال التفاح، وكنديروا نصها ديال السنيده. غادي نخلط هادشي كامل في واحد الطنجره، لان ما غاديش نغطيوه، ماشي ضروري تكون الكوكوط، غير تكون ثقيله. كنخلطوها هكايا وغنديرو فوق البوطه وغادي نخليه حتى سيغلى. كتذوب هذيك السنيده في هذاك السيرو، يعني ما كتبقاش تتبان لينا السنيده صافي. وغادي نجيو باش غادي نصفيو هذاك التفاح من الماء اللي فيه الحامض باش ما يكحلش. كما تشوفوا معايا دابا راه بقى التفاح محافظ على اللون ديالو، داك الحامض اللي درنا مع داك الماء ما كيتاكسدش صافي. غادي نفرغ هذاك التفاح نصفيه ونديرو في الكوكوط، وغادي نخلط. والنار تكون متوسطه، يعني ماشي مجهده بزاف وماشي مرخوفه، باش يطيب لينا داك التفاح دغيا دغيا. تقريبا نص ساعه ديال باش اللي تيستغرق لينا التفاح فوق البوطه، وتكون متوسطه. مني كيغلى هكايا مزيان انا ضفت هنا واحد العويد ديال القرفه للتنسيم، ممكن نسمو بالفاني نسمو باي حاجه، ولكن التفاح تيجي زوين مع القرفه. هكا عويدات ماشي غبره، باش يعطينا غير النسمه ديالو وما يكحلش لينا داك المربى. من بعد ما كيغلى هكا مزيان تطلع فيه الغليه مزيان، كيدير واحد الكشكوشه. غادي نحيدو غير ديك الكشكوشه اللي كتطلع هكايا رغوه هكايا كما تشوفوا، ما نحيدوش السيرو، وغادي نخليوه حتى تدوز نص ساعه. مني كيغلى كنحسبوا ليه نص ساعه، كنحصلوا على هذا الخليط هذا. كما تشوفوا راه كيبان ان راه التفاح تيتغير، وراه تيبان بانه صافي راه طاب. اللي بغى يخليه يطحن نص ويخلي النص ممكن، اللي تيبغي يخليها هكا شويه طريفات. انا كنبغيه هكايا مطحون كامل. غنشدوه نطحنو عفوا غير في الطحانه ديال اليد ديال المطيشه، وغادي نرجعو فوق البوطه، وغندير ليه هذاك القشور ديال الحامض. كما تشوفوا غادي نبقى نحرك فيه، ضروري هنا تبقاو تحركوا لان كيبدا يغلي، كيبدا يطير باش ما تحرقوش. تبقاي هكا تخلطي. القريعات راه عندي معقمين مباشره، هو سخون كنعمرهم وكنحاول هكايا نضربهم مع سطح العمل باش ما يبقاش هذاك الهواء لداخل، وكنمسح القرعه من الجناب وكنسدها مزيان كنزيرها وكنكفيها على فمها. بهذه الطريقه ما نحتاجوش كاع باش نعقموهم نعاودو نديروهم تاني في الماء ويتعقموا. غير ديك السخونيه، غير هي خاص داك المربى وهو سخون من فوق البوطه نعمروا القراعي ونقلبوهم
وغادي نغطيوهم ونخليوهم واحد 24 ساعه ولا ليله كامله. الا درتوهم في الليل في العشيه صافي غطيهم وخليهم حتى للصباح. غادي تجبديهم تحطيهم في البلاكار. هذا هو المربى اللي حصلت عليه. كما تشوفوا هنا المربى عاقد، لان كميه ديال السكر نص ديال التفاح هي ديال السكر. هنا فين غادي يكون الاختلاف مع المربى اللي غادي نديرو من بعد. بالنسبه للمربى الاول كنحتاجو هكايا اسمعوا مني بغيت نحلها، ما بغاش تحل ليا هذه القرعه ديال الكوفيتير الثاني. سمعوا الصوت هذا كيعني بان راه التعقيم ناجح 100%. وراه كيف شفتوا نفس القراعي كلهم درت لهم نفس الطريقه. المربى تيكون سخون وكنسدهم وكنقلبهم ونخليهم ليله كامله. هذا المربى كما شفتوا جا خفيف على المربى الاخر. بالنسبه للمربى الاول كنديروه كيف تنعمروا به لي الكرواسا ولا لي شوسون، ولا نديروه في شي حاجه هكايا ديال التعمار باش ما تيجيش هكا جاري ويسيح لينا. هنا عندي 2 كيلو ديال التفاح منقين، يعني تنقيت التفاح عاد عبرت 2 كيلو. ودرت هنايا كاس تاع الماء ونص كاس تاع الحامض وعمرته بالماء، يعني باش ولاو 2 كيسان. ودرت طريفات تاع الحامض والباديان. والسنيده درت 900 غرام، يعني ما درتش كيلو، يعني خاصني ندير كيلو غادي يجيني بحال المربى الاول. هذا بغيتو يبقى خفيف. كنطيبو نفس الطريقه نص ساعه صافي، وكنطحنو بالطحانه اليدويه. كنحصلوا على هذا المربى هكايا خفيف اللي كنستعملوه في دهن الخبز. نتمنى ان تكونوا فهمتوني، ما سرعتش باش نفسر هذا الشيء، لان ما بغيتش نعاود الفيديو باش ما يجيناش طويل. نفس الطريقه ديال الطهي. هذا هو المربى اللي حصلنا عليه الثاني اللي تيكون خفيف. ها هما القريعات 2 كيلو تاع التفاح. هادشي اللي خرجوا ليا هاد القريعات كاملين، وهادشي اللي بقى ليا في الطاسه. بالنسبه للمربى الاول اللي كان فيه غير كيلو ونص خرج لي هذا، لان هذا حتى الوقت ديال الطياب كان كتر من الاخر، يعني خليته كميه السكر كانت كتر، يعني النص ديال الفاكهه سكر، ماشي بحال الاخر نقصت نسبه السكر. كيجي حتى هو زوين. بنخليوه كيف ما قلت لكم الحشوات، وممكن ندهنوا به حتى الخبز. هنايا درت التاريخ باش نبقى عاقله على النهار اللي وجدت فيه هذا المربى. مشو راه التعقيم كيبان لينا من ديك القفاله تتكون مسدوده مزيان، ملي كتجي تحليها كطرطق. بالنسبه هذه اللي فتحتها صافي دابا ما غاديش نخزنها، غنخزن الاخرين اللي بقاو مسدودين. اما هذه اللي فتحتها راه غادي نستعملها، غادي ناكلوها نديرها في الثلاجه باش نستعملها. وبالنسبه للقرعه الاخرين ملي كنجبدها كنستعملها بطبيعه الحال تنحطها في الثلاجه حتى تتقادى. بالنسبه لهذا التفاح هذا اللي كيتخزن هكايا صحيح في واحد السيرو، كان تيتعسل وكيبقى مخبي في هذا السيرو. كيجي تا هو رائع وزوين، تاكليه هكاك تزيدي معاه الفواكه الجافه، تحطيه هكايا كسلطه، تزوقي به الطويجنات ديال اللحم. هنا خديت نص كيلو تاع السنيده وغندير معاه ايطرو تاع الماء، ايطرو ديال الماء، نص كيلو تاع السنيده، وغنضيف فيه عويدات تاع القرنفل والباديان وعويدات ديال القرفه باش يتنسم لينا داك السيرو. وغادي نضيف ليه الحامض، تقريبا عندي هنا نص حامضه صغيره، غادي نعصرها شي شويه وغادي نلوح هذوك القشور حتى هما يتموا نخليهم يطيب هذا السيرو. كنحركوه هكا مزيان حتى تذوب هذيك السنيده، وكنحطو باش تيغلى حتى ما تبقاش باينه ديك السنيده نهائيا. بالنسبه للتفاح راه قطعته ودرتو حتى هويا في الماء والحامض صافي. غادي نخليو دابا هذا يغلى. التفاح ها هويا منقي ودرتو في الماء والحامض باش يبقى محتفظ على اللون ديالو. وكنخليو داك العويد هكايا باش يبقى مزيين لينا ديك التفيفيحه. والتفاح راه بطبيعه الحال صغير وما يكونش مضروب، يعني ما يكونش فيه شي ضريبات ولا شي حاجه، خصو يكون مزيان. كنعزلوه من الاول كنخليوه يبقى مزيان صافي. من بعد ما كيغلى كنحطو فيه هذوك التفاح، غير كيعاود ما تيبرد هذاك السيرو، يعني ما كيبقاش فيه الغليان، غير كيغلي كنحسبوا ليه 10 دقائق صافي. ما نزيدوهاش، ما نخليوش التفاح حتى يهرى بزاف،
10 دقائق وكنهزوه. كنحيد هذاك الحامض وكناخذوا قراعي دائما معقمين، اما نغليوهم اما نديروه فيهم الماء طايب ونخلطوه مزيان، اولا الخل، اولا نديروهم في الاله ديال الغسيل ديال الاواني حتى هي كتخرجهم معقمين وناشفين. صافي غادي نعمر القرعه، نحاول نعزل تفيفيحات وحده هكايا اللي صغيره نديرها في الجنب، اللي كبيره بحال هكا. المهم نحاولوا نعمروا القرعه مزيان، وتا دوك العويدات تاع القرفه والباديان والقرنفل تنحاولوا نتاهما نديروهم لداخل في القريعات. كل قريعه نديروا فيها واحد العويد وواحد القرنفل باش يبقى منسم. صافي من بعد ما عمرت القريعات جاوني هنايا جوج ديال القرعات، غادي نخوي فيهم هذاك السيرو. كنغطيو هذاك التفاح بالسيرو وهو سخون، راه باقي سخون. نفس الطريقه غادي نغطيو مزيان. انا غندير واحد البلاستيك باش نضمنوا ان راه مغطين مزيان، وتا لا كانوا الغلايق بحال هكايا ماشي جداد هكا مزيان، خافوا لا يطلقوا لينا الصدى ولا شي حاجه، من الاحسن كنديروا هذا البلاستيك باش يحمي لينا هاد داك المحلول من ما يقيش لينا الغلاقه. صافي غادي نسدو مزيان هو سخون كما تتشوفوا، نقلب القرعه. هذه هي الطريقه ديال التعقيم ديالو. وغادي نغطيهم كيف ما درت القرعه ديال الكوفيتير ونخليهم حتى للصباح اولا النهار كامل. شاطوا ليا الجوجات هادو وشاط ليا السيرو، غادي نخوي عليه حتى نجيب عاوتاني تفاح وغادي نديرو عاوتاني بنفس الطريقه ونزيد قريعات اخرين. انا عجبني مني دقته. انا غادي راه كيما شفتوا في الاول ديال الفيديو راه زيت وحده اللي بقات في القرعه الاخرى، هادو راه ما حليتهمش، هزيتو وجربت معاكم وكليتها، عرفتي واعره، ما نقولش لكم على المذاق ديالها. وبالاخص لا زدنا معها كل لوز ولا شي حاجه راه خلاص كتجي زوينه. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما تيوجد. انا خديت وحده من القرعه اللي كانت شاطت ليا، يعني ديك الساعه تيبقى محافظ على هذا الشكل ديالو، كيجي هكا يرطب. نقدروا كما قلت لكم نوجدوه كديسير، نديروا معاه الفواكه الجافه، ولا نزينوا به الاطباق ديال الدجاج المحمر واللحم تا هو محمر، اللي كيجي زوين. الا قلينا اللوز ودرناه معاه هكا فندناه فيه راه تيجي رائع زوين. ممكن تاكلوه حتى هكاك وجا زوين. انا دقته جا رائع. نتمنى يعجبكم بهاد التحضيرات اللي حضرت معاكم، سواء المربى بجوج ديال الاشكال ديالو، الثقيل والخفيف، وهاد التفاح هذا المعسل. والى عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك بالنسبه للناس اللي ما مشتركينش. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.